فالكلام هو المرآة ديال الشخصية ديالك. يعني من هضرتك غادي نعرفوا شكون انت. مهارة الصراحة اللي مهمة بزاف، ولكن مع الأسف بزاف منا ما كيتقنهاش، رغم أنها تقدر تحلك أغلبية المشاكل اللي كتعاني منهم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفوا كيفاش خاصك تهضر، سواء فاش كتكون في شي مناسبات رسمية أو غير في الأيام العادية. طريقة ديال الهضرة ديالك باش تكون صداقات أو تجذب الناس ليك وتكون ناجح في الإقناع. كاين بزاف ديال الطرق، حنا غادي نهضروا غير على دوك الطرق المهمين اللي غادي تحتاجهم، وبزاف ديال الحوايج زوينين. ما نطولش عليكم، بداو الفيديو ديالنا ومرحبا بك. اولا، فالكلام مهم لاي واحد فينا. فمثلا كنلقاو غالبيه الناس المهمين عندهم طريقه خاصه ديال الهضره اللي خدامين عليها بطبيعه الحال. كيفاش كيدويو، كيفاش كيتحركوا، الوقت المناسب اللي خاصهم يقولوا شي هضره، هادشي كامل غادي نعرفوه. تبع معايا الفيديو حتى الاخير. اول حاجه بداو بها هي كيفاش تهضر الا كنتي داخل شي مجموعه. دائما داخل المجموعه كتكون الوضعيه صعيبه شويه، خصوصا الا كانت اول تجربه. كلشي كيبقى مركز معاك وحاضيك، وهنا كتحس انت اولا انت بالتوتر، خلعه، قلق، يعني المشاعر السلبيه اللي تقدر بسببها ما تكونش متوفق في التدخل ديالك. اول حاجه اللي خاصك دير هنا هي انك تستحضر العقل ديالك، حيت غالبا فاش كيوقع لينا واحد التوتر كتبقى تجينا شي افكار ومشتتات، ما كنبقاوش مركزين مع شنو كنقولوا، يعني غير كنخربقوا وصافي. فقبل ما تدوي حاول تسد عينيك وتبعد كاع دوك الافكار ما امكن. هنا غادي تقدر تدوي وانت مركز مع شنو كتقول وفاهم علاش كتدوي. وحتى الا ما كنتيش فاهم مزيان داكشي اللي خاصك تدوي عليه، فراه فاش كتبعد عليك دوك المشوشات ديال الافكار الزائده غادي تقدر تجتهد وتخرج راسك بطريقه ذكيه من خلال التركيز، وهكا تقدر تنجح في انك توصل داكشي اللي بغيتي بطريقه زوينه. وتاني مساله، الا كنتي ما فاهمش شي حاجه بلا ما تعمق فيها، حيت غادي تحصل يا غادي تخرج على الموضوع وتبقى غاك تخربق، يا غادي توصل لواحد الطريق مسدوده لاني ما غاديش تبقى تلقى ما تقول. داكشي علاش الا كنتي ما فاهمش شي حاجه بلا ما تدوي فيها، اولا الا دعات ضروره وكان خاصك ضروري تدوي بلا ما تحاول تعمق، قول داكشي البسيط اللي فاهمه وكتشوفه منطقي. وهكا باش حتى الا كان شي تدخل وتطرح عليك شي سؤال في داكشي اللي قلتي تقدر تدافع وتجاوب عليه. اما الا تعمقتي وانت ما فاهمش داكشي اللي كتقول فراك غادي توحل الا تطرح عليك شي سؤال في داكشي اللي قلتي، وغادي توقع في احراج، ويمكن كاع ما تبقاش تدوي وتعطي الراي ديالك، اولا غادي تولي تكره انك تحضر لشي لقاء مع شي مجموعه، حيت بكل بساطه وقع لك واحد الاحراج اللي ترجموا العقل الباطني ديالك على انه خطر. فراه باش يحميك غادي يبعد عليك انك تعاود ديك التجربه ديال الدوي داخل المجموعه، وهادشي كامل حيت تعمقتي في شي حاجه ما عندكش عليها معلومات كافيه. وثالث حاجه، تفادى انك تطول في الهضره، يعني خير الكلام ما قل ودل. وتفادى تاني انك تستخدم دوك العبارات ديال يمكن، وقيله، اولا تعطل بزاف ما بين الفكره والفكره، اولا مثلا تقول هضره وترجع تقول العكس ديالها. خاصك تكون تايق في داكشي اللي كتقول ومتاكد منه، خصوصا المعلومات اللي كلشي عارفها، بحال مثلا التواريخ ديال شي احداث بارزه اولا اماكن اولا اسماء ديال شي علماء وشخصيات الى اخره. هادو حاول تكون متاكد منهم، وحاول فاش تكون كدوي توزع النظر ديالك على جميع الحضور، ماشي تبقى تشوف وتدوي غير مع واحد، هنا الاخرين غادي يحسوا بحال ما عندهمش اهميه بالنسبه لك. والنقطه الرابعه هي خدم لغه بسيطه، يعني ما تبقاش تصعب عليك وعلى الناس اللي كيسمعوا ليك الامور بديك الهضره العميقه والفلسفيه نوعا ما، اولا تدخل شي لغه بديله. سير على قد مستوى فهم الاشخاص اللي انت كدوي معاهم. مثلا الا كان شي تجمع فيه الناس ما كيفهموش اللغه الفرنسيه وانت كدوي بالفرنسيه، راه ما غاديش يفهموا منك والو من غير انهم غادي ينتقدوا. اما الا كان شي تجمع فيه ناس اللي كيفهموا مزيان مصطلحات في اللغه سواء عربيه او لا اجنبيه، ديك الساعه خذ راحتك. المهم اللي بغيت نقول هو خلي الهضره ديالك تكون كتناسب الناس اللي كيسمعوا ليك، هكا غادي تضمن ان غالبيه الناس غادي يفهموك وغادي تلقى واحد التجاوب معاهم. دابا دوينا على شخص داخل المجموعه، بقات لينا نشوفوا شخص مع شخص عادي. اول حاجه فاش نكونوا كندويو مع شي شخص اولا كنتناقشوا، لا داعي اننا نغوتوا ونرفعوا صوتنا بزاف. النقاش كيكون بهدوء،
نسمع عاد ندوي ابتسامه مره. راه فاش شي واحد كيكون همجي في هضرته غير كيغوت صافي عرفو راسو خاوي، فكيعوض داك النقص بالغوات باش ما يخليش لك الفرصه انك تناقشو. ثانيا نتقبل الراي الاخر بكل روح رياضيه، ما نحاولش نتجادل في شي حاجه انت متاكد منها ولكن الشخص الاخر ما بغاش يتقبلها حتى تعصب غير راسك. والنقطه الثالثه اللي بغيت ندوي عليها ومهمه هي الملل بحال شي فيروس اللي غالبا كيكون من اكثر الحوايج اللي كينهيو العلاقات. فباش نتفاداو اننا نطيحوا في الملل خاصنا نتفاداو نعاودوا نفس الهضره، وباش نتفاداو اننا نعاودوا نفس الهضره خاصنا شي طريقه اللي نقدروا نجبدوا بها مواضيع جديده. فمثلا في عوض انك تبقى تطرح اسئله حاول تقول اجوبه، بحال مثلا في عوض تقول هاد الصيف فين غادي تدوزو تقدر تقول هاد الصيف انا كنفكر نتعلم شي لغه جديده احسن ليا من السفر وتضييع الوقت. وهنا على الاقل عندك موضوع السفر، لغات، تضييع الوقت، عندك 3 ديال المواضيع مختلفه وجديده. وواحد الحاجه اللي اخيره وصراحه خايبه بزاف هي كنلقاو بعض الاشخاص اللي صادفتهم انانيت هي مدح النفس بشكل مبالغ فيه. فاش كتلقى شي واحد كيبقى يدوي غير على راسو، انا درت، انا سافرت، انا واعر، انا عندي قوه خارقه، كيعيق ديال بصح اللي فيه هاد الصفه. بغيت نقول لك راه داك النقص اللي كتعاني منه هو اللي كيدفعك انك تبقى طالقها علينا، حيت اغلبيه الهضره اللي كتقول ما كتكونش بصح. فحاول انك تتفادى تمدح راسك حتى واحد ما مسوق ليك. الا درتي شي حاجه راه درتيها لراسك. والناس اللي عندهم شي اشخاص بحال هكا حاولوا انكم تفادوهم، حيت غادي تبغيو تكونوا في حالهم، يعني غادي تبغيو داكشي اللي كيفتخروا به يكون عندكم. وهكا انت اولا انت معرض لانك تكون عندك واحد العقده نفسيه لداخل ديالك، يعني غير مع راسك كتبقى تقول وفرحات وعيش الحياه، شوف شنو دار في حياته انا والو، رغم انك عارفو غير طالقها عليه. فحاولوا انكم تفادوهم. وهنا كيكون سال الفيديو ديالنا، كنتمنى انني نكون فدتكم بشي حاجه. ما تنساوش معكم شي جيم وكومونتير زوين. بقاو على خير.